عبد العزيز الشمري يسير على خطى ياسر القحطاني. عبد العزيز الشمري يسير على خطى السعودية على موعد جديد مع قناص جديد اسمه عبد العزيز الشمري الحاضر في هذه المواجهة. يعني نتحدث عن عبد العزيز الشمري، عديد من الأهداف اللي سجلها هذا اللاعب في هذه البطولة، هداف هذه البطولة، سجل من خلال كل المباريات السابقة تقريبا عبد العزيز الشمري، وهو لاعب بإمكانيات كبيرة، لاعب بحضور مميز. والمملكة العربية السعودية مع موعد مع هداف عبد الله المحيسن يحصل على جائزة أفضل حارس، وهو والده يعتبر محمد المحيسن الحارس السابق لعدة من الأندية السعودية أبرزها نادي الاتحاد السعودي. هذا عبد الله المحيسن اللي يسير على خطى والده ويحصل على جائزة أفضل لاعب مع المنتخب السعودي. السعودية مع عبد العزيز الشمري هداف البطولة ب5 أهداف. الشمري اللي يقدم عبد العزيز حضور مميز حاضر، وسيكون هو هدافا. نعم يستحق عادل عباس قاسم هذه الجائزة. نعم السعودية كما ذكرنا مع موعد مع عبد العزيز الشمري، اليمن أيضا والعرب أجمعين مع موعد مع هذا النجم. نتكلم عن اللاعب عادل عباس لاعب المنتخب اليمني بالدموع. نعم بالدموع، هذه الروح الموجودة دائما عند اللاعب اليمني. عادل عباس اللاعب اللي وقع عقد مع ديمتري بايه الوكيل السابق لساديو ماني مع النجم اليمني الواعد بموجب العقد الموكل مع الوكيل الدولي أيضا المعتمد من فيفا نيكولاي أونسي المدير التنفيذي لوكالة إسبورت باك جروب. وأيضا هذا اللاعب اللي يعني مع تلك الوكالة التي تمتلك سجلا حافلا في رعاية المواهب من أفريقيا والشرق الأوسط، وساهمت في انتقال لاعبين بارزين إلى دوريات أوروبية مرموقة، وأيضا حضور لاعبين كبار مع هذه الأكاديمية. إن شاء الله عادل عباس، وإن شاء الله عبد العزيز الشمري، وإن شاء الله عبد الله المحيسن، وإن شاء الله كل اللاعبين الموجودين راح نشاهدهم في السنوات القادمة مع منتخبات بلادهم ومع أنديتهم. احفظوا هذه الأسماء جيدا لأنها ستتكرر. أمتلك الثقة الكبيرة بأن هذه الأسماء ستتكرر على مسامعكم وستتردد على أذهانكم. راح تتذكر نعم بطولة الخليج تحت 20 عام اللي ظهر فيها المحيسن وظهر فيها الشمري وظهر فيها عادل عباس. هذه أسماء مميزة اللي تحضر من خلال هذه البطولة. الآن الطاقم الفني والتدريبي للمنتخب اليمني يستلم هذه الميداليات الفضية بعد أن قدموا عمل مميز، بعد أن قدموا حضور جيد، بعد أن كان لهم ظهور بشكل رائع من خلال هذه البطولة. المنتخب اليمني قدم كل ما عنده، كان ممتعا، كان رائعا، نثر السحر، نثر الإبداع، وخلانا نتعرف على عادل عباس، وخلانا نتعرف على محمد البرواني، وعلى مختار موفق، وعلى عبد الرحمن خضر، وعلى أيمن عبد الرب، وعلى محمد نعمان وهيب، وعلى عبد الله الدقين، وعلى أحمد الحاج، وعلى أسامة النوار، وعلى علي داليو، وعلى علي وضاح أنور. هذه الأسماء اللي نتعرف عليها. أنا أتمنى من كل قلبي نعم بأنه يتم الاعتناء ويتم الرعاية لهؤلاء اللاعبين بشكل جيد، لأن هؤلاء اللاعبين يمتلكون لليمن في داخل قلوبهم الشيء الكبير والشيء العظيم، وبأن هؤلاء اللاعبين في المستقبل قادرين على حمل الراية لليمن عاليا في مختلف المحافل الآسيوية والخليجية وحتى العالمية. اليمن والاتحاد اليمني هي رسالة أتمنى بأن تصل، أتمنى بأن يتم الحفاظ على هذا الجيل، وأتمنى بأن يتم تكوين هذا الجيل ورعاية هذا الجيل بشكل أفضل في السنوات القادمة، لأنه هذا الجيل راح يقدم كثير وكثير وكثير لكرة القدم اليمانية اللي نعرف عنها المواهب ونعرف عنها المتعة ونعرف عنها الأداء الرائع. هذا الجيل راح يقدم الكثير لكرة القدم اليمنية. أتمنى الحفاظ على هذا الجيل والرعاية لهذا الجيل، لأن جيل رائع بلاعبين مميزين. عادل عباس يحصل على جائزة أفضل لاعب، وهنالك أيمن عبد الرب أيضا لاعب من اللاعبين المميزين. أسماء واضح
واضح الحسرة في وجهها في هذا اليوم، لأنه كانوا يتمنوا بأن فرحة اليمن تكون حاضرة في هذا المساء، بأن فرحة اليمن السعيد يفرح في هذا اليوم، وبأن لا يخرج عابس مكشر. لكن اليمن يظل سعيد، اليمن يظل سعيد، اليمن يظل فرح، اليمن يظل بابتسامته، اليمن يظل برجاله، اليمن يظل بروحه العالية، اليمن يظل بابتسامته، نعم، وبإخلاصه وبوفاءه لبلاده ولوفاءه لليمن. الحسرة واضحة، الحسرة واضحة، لكن مواهب، هي مواهب للمستقبل. نتحدث عن لاعبين شباب، عن لاعبين صغار في السن، عن لاعبين أقل من 20 عام. إن شاء الله القادم أجمل، إن شاء الله القادم أروع لهذا المنتخب المميز، المنتخب اليمني اللي يحصل على الميداليات الفضية في هذه الأثناء. اليمن عزيز المتابع، وهؤلاء اللاعبين، عبد الرحمن الخضر اللي سدد كرتين، يا إلهي يا إلهي على الحزن. ما الذي سيخرجهم من هذا الحزن؟ ما الذي سيخرجهم من هذا الحزن؟ لاعبي المنتخب اليمني، أرض الحضارة والإصالة، بلد الجبال الشامخة، الوديان الخضراء، حيث التاريخ يعيش بين الحاضر والمستقبل، بلد الكرم والطيبة، حيث الابتسامة عنوان كل بيت والصمود عنوان كل